وجهة الشرعية والرئيس مرسي مرة أخرى كرئيس الليبي. أكبر مسيرة في المسيرات الأربعة إيه يا محمد؟ أكبر مسيرة في مركز صمالوط. في مركز صملوط. بالنسبة للشرائح اللي والغريب بتشكل هذه المسيرات. الشريحة هي المنظمين لتلك المسيرات هم أعضاء الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية، ولكن من يشاركون في المسيرة هي يعني شمل جميع ألوان الطيف السياسي، وخاصة أهالي القرى الذي دائما ما يتهموهم بالجهل السياسي وعدم الوعي السياسي واللامبالاة، وسموهم بحزب الكنبة، هم الأكثر مشاركة في تلك المسيرات. فرأينا في أمس قرية تسمى قرية زهرات تبع المركز المنيا تنظيم مسيرة حاشدة أمس في مساء امس، وذلك مؤديه بدايه الانقلاب وغيرها من القرى المنتشره في ربوع ارجاء المحافظه. بالنسبة أيضا للمسيرات، هل معلوم خط سيرها محمد؟ يعني بتبتدي أو بتبدأ منين وتنتهي فين، ولا خطوط سير هذه المسيرات غير معلوم أيضا كسابق المسيرات في المنيا بوجه خاص وفي بعض ميادين الجمهورية بوجه عام؟ وفي المنيا كان المعتاد دائما ان تخرج المسيره من امام مسجد الرحمن، هو كان بحي ابو هلال ويعتبر معقل رئيس الجماعه الاسلاميه، وتجوب شوارع محمد بدوي والحسيني ثم ميدان بلس وامام مبنى المحافظه، ثم ترجع مره اخرى الى ميدان بلس القرى الاقسام. ولكن بسبب الظروف الامنيه وبسبب التواجد الامني في اغلب تلك الشوارع، مثلا منها شارع كورنيش المتواجد به المحافظه مثل الامن، شارع المحطه المتواجد به قسم الشرطه والذي كان يعد شارع رئيسيا لمرور المظاهرات، وبالاضافه الى يعني ان الميادين العامه في المنيا اصبحت مليئه بالمياه منذ ساعات الصباح، وذلك ادى الى تغيير سير تلك المسيرات واقتصار المسيره حي ابو مسجد الرحمن في حي ابو هلال الى ان تجوب عدد من الشوارع الضيقه المحيطه بذات المسجد، وان تنطلق مسيره اخرى من مسجد صلاح الدين الكان بحي الاقصاء شمال المدينه، ويجوب عدد من الشوارع الجنوبيه حيث تعد المنيا منفصله شمالها عن جنوبها، وذلك بسبب الحواجز الامنيه وبسبب ان الميادين مليئه بالمياه يصعب على الجميع المرور بها وتخطيها. طيب هسألك سؤال من شقين يا محمد. يعني بالنسبة لخط سير هذه المسيرات، هل فعلا تجنبت أو تسير بطريقة سلمية، تجنبت أي وجود شرطي؟ ده بالنسبة للشق الأول. والشق الثاني مرتبط به، يعني بالنسبة للتواجد الأمني بوجه عام برمته في المنيا، حدثني عنه. هو المنيا تجد حاله من الشق الثاني ابدا به. المنيا تجد استنفار امني لم تشهده من قبل، فالقوات الامنيه منتشره بجميع الشوارع الرئيسيه والمدن، وهذا الامر ليس من الان، هو من 4 ايام تقريبا، وهذا ما فسره البعض بانه اعطى ايحاء لاهالي المحافظه او من شانه ترهيب اهالي المحافظه بعدم النزول لمسيرات او تظاهرات اليوم، وذلك حتى لا تكون المسيرات كالمعتاد هي حاشده وكبيره وتضم الالاف. اليوم المسيرات كانت اقل مما سبق من المسيرات التي شهدتها المحافظه، وذلك هذا العدد القليل او القله غير المعتاده من ابناء المحافظه منها في المشاركه في المسيرات بسبب التواجد الامني المكثف في جميع ارجاء المحافظه، بالاضافه الى القاء القبض على القيادات جماعه الاخوان المسلمين، وكان ابرزهم الدكتور محمد ابو الدهب وكيل